أنا بنت عندي 20 سنة، ومن وأنا صغيرة حياتي ما كانتش سهلة. أمي توفت وأنا في ثانوي، وبعدها بسنتين أبويا تعب جدا وقعد شهور في المستشفى لحد ما ربنا أخده هو كمان. ومن يومها ما بقاش ليا غير أختي الكبيرة، وكانت متجوزة وعندها بنتين. بعد وفاة أبويا اتنقلت أعيش معاها في شقتها، وفي الأول كانت بتعاملني كويس جدا وتقولي أنتي بنتي قبل ما تكوني أختي، وكنت بصدق كلامها وأحس إني لسه عندي أهل وسند في الدنيا. لكن مع الوقت كل حاجة اتغيرت. جوزها كان كل ما يشوفني يقول إن البيت بقى ضيق والمصاريف كتير، وأختي بدأت تتغير هي كمان وتسمع كلامه. بقيت أحس إني ضيفة تقيلة عليهم، مع إني كنت باخد معاش بسيط من أبويا واصرف منه على نفسي وعلى دراستي. كنت في كلية تجارة، وكل يوم أرجع من الجامعة ألاقي تلميحات وكلام يوجع القلب. مرة يقولوا إن الكهرباء غليت بسببي، ومرة إن الأكل مش مكفي، ومرة إن وجودي معطل راحتهم. وفي يوم أختي قالت لي بصراحة لازم تشوفي لك شغل وتبقي مسؤولة عن نفسك. زعلت جدا، لكن ما بينتش حاجة وقلت حاضر. فضلت أدور على شغل فترة طويلة لحد ما لقيت فرصة في شركة سياحة صغيرة. بدأت موظفة استقبال براتب بسيط جدا، لكن كنت ملتزمة ومجتهدة. كنت أول واحدة توصل وآخر واحدة تمشي. بعد شهور قليلة صاحب الشركة لاحظ شغلي وبدأ يديني مسؤوليات أكبر، وكل ما كان يطلب مني حاجة كنت أنجزها بأفضل شكل، لحد ما بقيت مسؤولة عن قسم كامل وأنا لسه صغيرة. مر سنة تقريباً والشركة فتحت فرع جديد واختاروني أكون مديرة الفرع. وقتها مرتبي اتضاعف أكتر من مرة، وقدرت أجر شقة صغيرة وأعتمد على نفسي بالكامل. وأول يوم نقلت فيه حاجتي من بيت أختي كانت واقفة بتبص عليا ومستغربة. ابتسمت لها وقلت ما تقلقيش، أنا جاية أشكرك على كل حاجة. يمكن لو كنتوا فضلتوا مدلعيني عمري ما كنت هعرف أقف على رجلي بالشكل ده. بعدها بسنة اتقدم لي شاب محترم كان شغال مهندس، واتجوزنا والحمد لله. ويوم الفرح أختي كانت موجودة، ولما حضنتني قالت لي سامحيني لو قصرتي معاكي في يوم. وقتها عرفت إنه ربنا ساعات بيقفل باب علشان يفتح أبواب أكبر بكتير، وإن أصعب الأيام ممكن تكون بداية لأجمل حكاية في حياتنا.